وايه سر تراجع اداء الانديه المصريه في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه؟ تعال اقول لك. الانديه المصريه في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه بيقدموا اداء سيء جدا. بداها طبعا الاهلي بتعادل، يعني تعادل مذل امام شبيبه القبائل، تعادل سيء جدا في مباراه من اسوأ ما يمكن بالنسبه لنا. دي اسوأ مباراه شفتها الاهلي 2026 كلها بصراحه. الاهلي يا جماعه عمل مباراه من اسوأ ما يمكن، بل انا بحس انه فعلا بجد والله شبيبة القبائل اتعادل مع شوبير مش مع الاهلي. يعني 7 تسديدات لشبيبة القبائل تقريبا صدهم كلهم شوبير. الاهلي بيتعادل في 3 مباراه ليه على التوالي مع في دوري ابطال افريقيا وفي الدوري وبرضه في دوري ابطال افريقيا. المهم عايزين المشاهد، ايه بقى هو سبب هذا التراجع؟ الحقيقه من وجهه نظر المتواضعه كان في اخطاء كتير جدا 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 من جيستر بصراحه. ليه بقى يا باشا؟ اولا انت جايب واحد اسمه كاموش، اكيد انت مقتنع بيه، يعني اعتقد اكيد انت مقتنع بيه اكيد. ليه بتنزله في اخر الماتشات؟ يعني ايه المشكله؟ ايه الموضوع ده؟ برضه انت جايب واحد اسمه الجزار، من ساعه لما جبته انت ما خليتوش يشوف النجيله يا راجل، لا انت ما نزلتوش. ليه برضه؟ جايب بالعمري ما نزلتوش ليه برضه؟ في حاجات كتير كده غريبه. انا اللعيبه دي مش عارف هي هتعمل ايه مع الاهلي، فانت المفروض تنزلها من اول الماتش عشان انت المفروض ان انت جايبهم ومقتنع بيهم. طبعا كان في اخطاء كتير في التشكيله، زي ان بن شرقي بيلعب جناح يمين، انا اول مره اشوف حاجه زي كده. وطاهر لما نزل كان بيلعب مكان تريزيجيه جناح شمال. طب ازاي يا جدعان؟ يا جدعان طاهر بيلعب جناح يمين في الاساس. لا ده بقى عكس بقى المراكز بقى، خلى بن شرقي اللي جناح شمال بيلعب جناح يمين، وطاهر اللي بيلعب جناح يمين بقى بيلعب جناح شمال. مش فاهم ايه هو هذا العبث. كان ناقص بجد ان شوبير يلعب مهاجم. حاسس ان احنا داخلين على كولر جديد بس ما عنديش دليل. المهم عزيزي المشاهد نخش على تاني مباراه للانديه المصريه وهو نادي الزمالك. الزمالك بيخسر من زيسكو اللي ما كسبش ولا ماتش في المجموعات. ولكن يا جماعه منطقي جدا، الفرقه بتعاني من غيابات ووقف قيد، 11 قضيه وقف قيد من الزمالك، زائد ان انت عندك 10 غيابات، اكتر من 10 غيابات للفريق الاساسي والقوام الاساسي اصلا للفريق، وبتلعب بناشئين. طبعا حته بقى انا مش عايز اقول ناشئين بس بتلعب بشباب يعني. المهم انت دي مش حجه يا جماعه، دي يعني دي مفيش حاجه اسمها اصل ده بيلعب بشباب وده بيلعب، لا. دلوقتي انت في اوروبا واحد زي لامين يامال ده بالنسبه لنا احنا ناشئين، لكن هو ما شاء الله عليه يعني حاجه عاليه جدا. فبس اللي انا عايز اطلبه بس من جماهير الزمالك ان انت ما تدوسش على لعيبه الناشئين او اللعيبه الصغيره عندك، لان دي لعيبه ما عندهاش خبرات، ما عندهاش اي حاجه، يعني لسه مش متعوده على النقد، وممكن ان هي ترد عليك بطريقه مش حلوه، وممكن ان هي ادائها يتراجع في الملعب. طبعا المصري البورسعيدي يا جماعه، المصري البورسعيدي بص، هو المصري البورسعيدي مش من يوم وليله كده بقى اداؤه متراجع، لا ده من زمان. المصري البورسعيدي بعد ما كان مسيطر على الدوري، كان الاول على الدوري وكان بينافس، بقى السادس على الدوري دلوقتي، وسموحه الخامس. انت متخيل سموحه الخامس مع احترامي، والمصري السادس؟ يعني انا اول ما اشوف كده. فبصراحه المصري بعد خالص عن المنافسه، ومش عارف بقى ايه اللي جراله بصراحه الفتره دي. طبعا امبارح بيراميدز كسب في دوري ابطال افريقيا 4-1. بيراميدز بسم الله ما شاء الله، وشفنا تالق طبعا لناصر ماهر اللي عمل جول واسيست، وكمان الوافد الجديد عودة الفخوري النهارده او امبارح يعني بيسجل هدفه الاول مع بيراميدز، وبدايه مسيره عودة الفخوري مع بيراميدز. طبعا انا مش بعاير نادي او بقول النادي احسن من نادي، ولكن انا بقول لك على اخر جوله للانديه المصريه وسوء النتائج اللي طبعا لها اسباب، اي حاجه لها اسباب، سوء النتائج اللي لها اسباب، وهي طبعا الاسباب كانت اللي انا قلتها. وشكرا جزيلا لكم، واتمنى انت تعمل لايك وفولو يعني، وبس كده، سلام.